ازيك عامل ايه؟ بص معانا انت لسه اول مره تشوفنا، ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب وتنزل القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك اشعار اول باول. وما تنساش كمان تشارك الفيديو ده مع اصحابك عشان نقدر ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. المهم طبعا عليك اكتر من كده. تعال نشوف النهارده هنتكلم عن ايه. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه النهارده كان يوم طويل في الجامعه واخد بالك، وكان يوم صعب يعني. ماذا صوت بيتشا ربط البيتشا فالواحد لازم لما يرجع كده يعني فاهم يكافئ نفسه يعني. فاحنا ستايل مكافئتنا حاليا هو ايه؟ كوب من القهوه الساخن واخد بالك. يا لهوي على الروقان يا جدعان، كوبايه قهوه كده ونقعد نصور كده فيديوهات بالدنيا وما فيها والله. في وسط الظروف الماديه الجميله اللي احنا بنمر بيها الفتره دي في مصر يعني، فكره شراء ايفون جديد بقت حاجه يعني مستحيله كده. والحقيقه انها ما كانتش طول عمرها كده. الموضوع اتحول من فكره الى حد ما ممكنه ان انت لو اشتغلت مثلا كام شهر كده كنت تقدر تحوش فلوس وتجيب ايفون، لا حاليا دلوقتي بقى الموضوع تقريبا شبه مستحيل. اسعار الايفونات دلوقتي بقت بتتراوح من اول ال 20,000 جنيه لغايه ال 50 وال 60,000 جنيه كمان، واللي هي بدون اي نوع من انواع المبالغه مقدم عربيه من كام سنه بس يعني فاهم، مش من 10 سنين بقى ولا حتى 5 سنين. الموضوع راح في 60 داهيه والله. وفي وسط الاسعار بنت اللي احنا شايفينها حرفيا دي الموضوع بقى مستحيل. ولكن في وسط كل الضلمه والظروف الجميله اللي احنا فيها دي يطلع بسيط كده او شعاع بسيط كده من الامل اسمه ايفون 11. ايفون عمره حاليا 4 سنين، نزل في اول 2021 وحاليا احنا في اخر 2020، فتقريبا نقدر نقول ان هو تقريبا كده ايه عمره تقريبا 4 سنين يعني. وكان حرفيا في ساعتها في السنه اللي نزل فيها اللي هي 2021 كان مستحق بجداره للقب افضل موبايل في السنه دي بلا اي منازع، لانه فكر فيها كده. ساعتها كان جايب اقوى معالج ابل بتقدمه اللي هو الابل اي 11 بايونيك، وده نفس برضه المعالج اللي كان موجود في الموبايل القديم اللي هو الاس اي 2020. وساعتها برضه الموبايل ده كان جايب التصميم الجديد بتاع الشاشات اللي هو كان تصميم ساعتها الاكس والاكس اس اللي هو الشاشه النوتش دي. اي نعم كان في بازلز بسيطه كده حوالين الشاشه، ولكن ستيل برضه كان جايب التصميم الجديد. ومعنى انه جايب التصميم الجديد بتاع الشاشه ده يعني انت عندك كل السنسورز اللي انت محتاجها عشان الفيس اي دي، اي ار سنسور عشان الايموجيز والميموجيز والكلام الفاضي ده، لكن كل السنسورز دي كانت موجوده عندك ساعتها. كاميرات مش محروم من حاجه، عندك كاميرتين، كاميرا اساسيه 12 ميجا بكسل وكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل. بالذمه دي خلقه الواحد يصطبح بيها على الصبح. والحاجه كمان اللي خدت الموبايل ده لحد ما مميز شويه انه كان جايب بتصميم غريب من ناحيه الشاشه والعرض بتاع الشاشه. يعني الشاشه كانت عريضه عن معظم الموبايلات العاديه اللي كانت بتنزل. يعني على سبيل المثال موبايل زي ده مثلا مش هتلاقيه واخد نفس الابعاد بتاعه ال 12 مثلا، هتلاقي ان ال 12 اصغر، يعني من اول ال 12 لغايه ال 15 الموضوع واخد شكل تاني خالص فاهم. اما ال 11 كان نازل مميز لوحده كده، يعني بغض النظر عن انه كان نازل لسه بالحواف المدوره، كان حجم الشاشه حتى عريض. يعني الموبايل فعليا حجمه كبير في الايد لان حجم الشاشه عريض، مش مثلا نفس او حتى اصغر حاجه بسيطه، لا هو الموبايل فعلا مختلف اختلاف تماما في العرض بتاع الشاشه، وبالتالي ده كان بيخلي شكله الى حد ما مميز كده وسط الموبايلات الثانيه. بس الحاجه برضو اللي كانت بتخلي شكل الايفون 11 مميز جدا جدا وسط اي موبايل من الموبايلات اللي ابل بتنزلها هي الوانه، لان الموبايل ده كان من ضمن الايفونات اللي احنا نقول عليها الايفونات الملونه دي. صراحه الموبايل كان بيجي بالوان كتير عجباني بصراحه، يعني كان في منه اللون المنت جرين ده اللون المفضل بالنسبه لي، وكان فيه بيربل وكان فيه احمر واصفر والوان غريبه كده فاهم، وطبعا البيزك الابيض والاسود يعني. ولكن عامه فكره ان الايفون ينزل بالوان مميزه كده بصراحه حاجه انا بحبها جدا يعني. وابل عندها تجربتين مؤلمتين جدا في الايفون الملون، لان هي اول ايفون ملون نزلته كان الايفون 5 سي اللي فشل ذريع جدا جدا، وبعد كده بعد الاكس نزلت الاكس ار. هو ما فشلش فشل ذريع ولا حاجه، ولكن هو ما باعش زي ما كان المفروض يبيع يعني. السنه اللي عيله ال11 كلها نزلت فيها، والكلام ده مش ترول، بس في الحقيقه ايفون 11 كان بيقدم قيمه اعلى من ال11 برو وال11 برو ماكس كفاليو، كقيمه مقابل سعر، كرقم انت تدفعه وتاخد قصاده امكانيات. كان ال11 بيقدم قيمه اعلى من ال11 برو وال11 برو ماكس. انك لو حسبتها كده مش هتلاقي غير فروقات بسيطه جدا في الشاشه والكاميرا والبطاريه، غير كده مفيش اي اختلاف، لان الاثنين تقريبا الموبايلين تقريبا كانوا بيجوا بنفس الاداء وكانوا تقريبا كل حاجه فيهم واحد يعني. بس الفرق انها فعليا كانت ارخص بكتير جدا. فعليا كان في فرق سعر ما بين الموبايلين وصل لحوالي 8 و10000 جنيه ما بين ال11 وال11 برو وال11 برو ماكس فاهم. والفرق ده حرفيا ساعتها ما كانش يستاهل خالص انك تدفع 10000 جنيه عشان بس كاميرا زياده وشاشه بكواليتي اعلى فاهم. وعشان كده في 2024 الايفون 11 لسه بينزل منه جديد لغايه يومنا ده، وال11 برو وال11 برو ماكس لا. ومش بس كده، كمان معدل انتشار الايفون 11 وسط الناس اكتر بكتير جدا جدا من معدل انتشار ال11 برو وال11 برو ماكس. وعلى ذكر 2024، فهل يا ترى فكره التوجه لارخص ايفون موجود دلوقتي اللي هو ايفون 11 وفكسان بقى لسوق الموبايلات اندرويد كاملا بكل موبايلاته بمشتملاته بسلطات
بابا غنوجه. تعتبر فكره كويسه ولا هي ريسك وملهاش لازمه؟ طيب مبدئيا خليني اوضح لك حاجه، ان الايفون 11 في اوسخ فئه سعريه ممكن يبقى محطوط فيها، لانه محطوط في فئه حرفيا فئه الموبايلات السفاحه. فئه 20000 جنيه دي انت بتتكلم في موبايلات حرفيا اندرويد جايه بكل حاجه حرفيا انت ممكن تتخيلها، ففعليا هتبقى منافسه صعبه جدا جدا على الايفون 11 وسط كل الموبايلات اللي موجوده حرفيا حوالين موبايلات الاندرويد دي. انت في موبايلات فعليا تقدر تشتريها ب 20000 جنيه توفر لك تجربه ممتازه من ناحيه كل حاجه، وموبايلات مميزه جدا جدا من مختلف الشركات الاندرويد. الايفون 11 بيخوض حرب صعبه شويه بصراحه في الحته اللي هو فيها دي، وهو ايفون وكل حاجه، بس هل يا ترى هيقدر يسد وسط الحرب دي ولا لا؟ ما تيجي نشوف. من الواضح تقريبا ان اكتر نقطه قوه موجوده الموبايل ده هي انه اي او اس، او هي انه ايفون مش اندرويد يعني. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. يعني فكره ان اصلا اي او اس لوحدها دي بتدي له نقطه كده من غير اي حاجه، مش عشان انا بحب ابل والله، بس فعليا فكره لو انت اتعاملت مع اي او اس هتفهم احنا ليه بنحب ابل قوي كده. فكره النظام ان هو مش معقد، بالعكس ده سلس الى حد ما، وفي نفس الوقت برضه بيضمن لك سهوله كده في التعامل وسلاسه كده، حاجه مش هيفهمها اي حد، لازم تبقى استخدمت ابل عشان تفهم انا بقول ايه يعني، او ايه الكلام اللي انا بتكلم فيه. بس عموما يا عم ننسى خالص ان هو اي او اس، وتعالى نبص للموضوع من ناحيه منطقيه شويه. تعالى بقى نسال سؤال تاني، هل يا ترى تكنولوجيا ابل 2021 تبقى كويسه ليك في 2024 لدرجه انها تخليك تفكس موبايلات من 2024 نازله؟ هل يا ترى تجربه ايفون 11 هتكون كويسه لدرجه انها تخليك تتوجه لتكنولوجيا اصلا كانت نازله في 2021 وتسيب تكنولوجيا اللي نازله السنه دي، او تسيب موبايلات نازله بتكنولوجيا السنه دي اللي هي 2024 من اندرويد او من جوجل يعني؟ وخليني اقول لك ان الاجابه وبدون اي تفكير وخليني اقول لك برضو ان توجهك لايفون 11 في الفتره اللي احنا فيها دي اكتر حاجه منطقيه انت ممكن تعملها. طيب بالراحه كده، التجربه مع الايفون هي تجربه مميزه لكذا سبب. اكبر الاسباب بصراحه بيبقى ليها علاقه بالسوفت وير مش بالهاردوير، ولكن خلينا برضو نفصص الموضوع كده واحده واحده. قبل اي حاجه انت بتحس ان الشركه بتحترمك كمستخدم، او ان الشركه بتقدرك كمستخدم، وانا عارف ان الكلام ده ممكن يبان غريب شويه، بس انا بحس ان ده بيبان من الموبايل اللي انت ماسكه، البيلد كواليتي او الاند كواليتي بتاعت الموبايل اللي انت ماسكه، والحاجات اللي الموبايل بتاعتك بيقدر يعملها، وهو كيبل قد ايه في الوظائف اللي هو بيقول ان هو بيقدر يعملها. انا بحس ان ده ناحيه احترام كده من الشركه للمستهلك بتاعها، وبحس بصراحه ان ابل على طول بتحترم عملائها او بتحترم الكلاينتس بتاعها في الحته دي، لانها بتوفر موبايلات مش بس بتقدر تعمل الحاجه دي، لا هي بتقدر تعمل الحاجات اللي هي بتقول انها بتعملها دي، وفي نفس الوقت برضه باتقان ما بتلاقيهوش في اي موبايل تاني على كوكب الارض. وده من وجهه نظري اقصى قمه احترام ممكن شركه توفرها للمستخدم او للمستهلك لمنتجاتها. خليني اوضح لك اكتر. ايفون اس اي 2020 ترحم دين امي، اللي هو الموبايل القديم اللي كان معايا هنا توصل بيه فيديوهات، حرفيا الموبايل ده هو عباره عن ايفون 8 يعني نازل في سنه 2018، وفعليا وبدون اي نوع من انواع المبالغه كاميرا الموبايل الخلفيه كانت بتطلع صور وفيديوهات مش منطقيه، لدرجه ان لما كنت بصور بالكاميرا الخلفيه فيديوز كان في كومنتس كتيره وكان في ديمز كتيره بتجيلي على اساس اللي هو انت بتصور بكاميرا نوعها ايه يا هبال اثنى عشر هبدة. وفي الحقيقه انا ساعتها كنت بصور بالموبايل بس. عارف ان الفيديوهات مش بس قايمه على الكاميرا او على الجوده بتاعه الكاميرا، هي الفيديوهات قايمه على كذا عامل، ولكن طبعا لو انت بتصور بالكاميرا هيبقى في فرق. واللي انا اقصد اقوله لك ان في ناس كتيره جدا كانت متصوره ان انا بصور بالكاميرا، وانا في الحقيقه ساعتها كنت بصور بالايفون بس، فاهم؟ وبغض النظر عن النقطه دي كمان، فالايفون اس اي 2020 الكاميرا الخلفيه بتاعته كانت بتصور 4K، ودي حاجه بصراحه انا مش ما كنتش فاهمها بصراحه، اللي هو ازاي حاجه بالحجم ده وبتصور 4K اصلا، فاهم؟ ومش بس بالحجم ده، حاجه كمان من 2018 وبرده لسه ساعتها كانت بتصور 4K، فاهم؟ فده اللي انا اقصد اقوله، ان الشركه لما بتقول انها بتوفر لك ميزه معينه في الموبايل بتحرص ان الموبايل يبقى فعليا معمول عشان يسد كل احتياجاتك في النقطه دي، سواء كان الاحتياجات دي انت فعليا هتستخدمها او لا، فاهم قصدي؟ حاجه ثانيه برده البرفورمانس او الاداء بتاع الموبايل. لما بتكلم عن البرفورمانس في الموبايل مش مقصود او ما بيبقاش مقصود بيه ان الموبايل فعليا انت تقدر تشغل عليه، فاهم، لعبه تقيله قوي بجرافيكس عاليه قوي وتقف تتفرج والموبايل يستحمل وشغال عادي بدون اي لاج يعني. لا، مش ده المقصود بالبرفورمانس. البرفورمانس نقصد بيه هنا برده ثبات الموبايل على نفس الاداء لفتره طويله. يعني على سبيل المثال الايفونات اول ما بتستخدمها او اول ما بتفتح الموبايل من العلبه بتلاقي ان حرفيا الموبايل طياره، او بيفضل مكمل معاك طياره لغايه ما انت تزهق منه فتضطر ان انت تبدله بموبايل تاني. يعني الايفونات ما بتهنكش يا جماعه، ودي حرفيا حقيقه معظم الناس رافضه انها تصدقها، ولكن دي حقيقه فعلا. الايفونات فعلا الاداء بتاعها في اول يوم زي اخر يوم حرفيا انت تستخدمه فيه، مفيش اي لاج، فاهم حاجه؟ للاسف ما نقدرش نتكلم في نفس النقطه دي في الاندرويد، لان الاندرويد بتخرج من العلبه موبايلات فاهم البرفورمانس بتاعها عالي جدا جدا، بس مع الوقت بتبتدي البرفورمانس بتاعها يقل لغايه ما تلاقي ان الموبايل بدا يقطع فريمات، بدا يهنج، ما تفهمش فيه ايه، فاهم؟ ودي حاجه فعلا بتميز الايفون. يعني الايفون مميز في النقطه دي من حتتين، اولا مش بس ان البرفورمانس بتاعه حرفيا بيبقى قوي جدا، لا ده كمان بيفضل ثابت على نفس القوه دي معاك، فاهم، طول ما انت
ماشي كده. حاجه ثالثه، للاسف البرامج لما بيحصل لها ديفلوبينج او لما الديفلوبرز بيشتغلوا على برامج بيشغلوها انها تبقى كومباتبل اكتر على الاي او اس مش على الاندرويد. واكبر دليل على كلامي ان الاندرويد بيبقى فيه مشاكل كتيره جدا جدا في مختلف الابلكيشنز، والمشاكل دي ممكن تيجي على هيئه ان ذيس ابلكيشن نوت ريسبوندنج ويبتدي ان هو يطلعك بره يديك كروز ولا ويت والجو المقرف اللي احنا كلنا عارفينه ده، او ممكن المشاكل تيجي على هيئه ان الموبايل يفريز تماما والابلكيشن يفريز تماما وما يبقاش ريسبونسيف، فتضطر ان حضرتك تخرج بره الابلكيشن وتضيع بقى اي داتا انت كنت بتعملها بقى سواء كان تكست او اي حاجه تضيع وتقفل الابلكيشن وتفتحه تاني. الحاجات دي ما كانتش موجوده تماما على الايفون، وانا لا اذكر ان انا ولو مره واحده واجهت مشاكل من النوع ده خالص. البرامج على الاي او اس بتبقى ستيبل ومستقره كده، وتحس ان الموبايل بيعرف ازاي يستخدم البروسيسور بتاعه في التعامل مع البرامج دي. وعامه برضو عشان برضو حاجه اقولها لك، الاي او اس مش اسلس من الاندرويد، دي مش هينفع نختلف فيها، ولكن هو مش معقد زي ما الناس متخيله. الناس فاكره ان الاي او اس ده فاهم يعني خلاص بقى علم صواريخ وحاجات معقده كده، ولكن لا، هو فكره كلها ان انت محتاج بس يبقى طول ما انت معاك الابل اي دي بتاعك بالباسورد انت تمام وزي الفل، وهتلاقي نفسك بتتاقلم وعارف تتعود على الموبايل فعلا بجد والله. طيب احنا اتكلمنا كتير قوي عن الاي او اس يا جدعان، في ايه؟ تعالى بقى نتكلم عن الايفون 11 اللي هو اصلا موضوع الحلقه بتاع النهارده. كده اقول لك لو انت هتاخد ايفون 11 انت هتضحي بايه وايه الحاجات اللي هتبقى الموبايل بتاعك مميز فيها. خلينا نقول اول حاجه لو احنا بنتكلم عن حاجات بتضحي بيها يعني، فانت هتضحي اولا بالشاشه. هي الشاشه اللي هنا مش وحشه بس هي ال سي دي والريزولوشن بتاعها 720 بي، فهي مش افضل شاشه كالوان او ككواليتي يعني. فالشاشه هنا مش هتبقى وحشه ولكن هي مش هتبقى افضل حاجه، فدي ايه نقطه نقدر نقول ان حضرتك بتخسرها في موضوع الشاشه. نقدر برضه نقول انك مش هتاخد افضل اداء من البطاريه، ده مش معناه ان البطاريه ادائها وحش ولكن هي ادائها مش افضل حاجه، تمام؟ فنقدر نقول ان ايه البطاريه برضو ممكن ما تبقاش هي افضل حاجه بالنسبه لك. وصاد بقى الحاجتين اللي انت هتخسرهم دول، انت هتاخد ايه؟ هتاخد نظام كاميرات متطابق جدا. احنا عندنا هنا في الموبايل فيه كاميرتين خلفيتين وكاميرا اماميه. الكاميرتين الاماميه والخلفيه الاثنين بيدعموا البورتري، فانت تقدر تاخد صور بورتري اللي هي بيبقى شكلها روش، الخلفيه فيها بتبقى منغبشه دي، ده اول حاجه. هتاخد تصوير فيديوهات بكواليتي لغايه 4K ودي حاجه مش هتلاقيها تقريبا في الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها دي. هتاخد برفورمانس كويس جدا جدا لانك بتتكلم في الاي او اس زي ما احنا اتكلمنا وقعدنا نشرح، فانت هتاخد برفورمانس ممتاز جدا جدا. ومش بس البرفورمانس هيبقى كويس، لا ده كمان هيبقى كويس وهيفضل مطول معاك لغايه ما انت حرفيا تزهق من الموبايل. وهتاخد تصميم شيك جدا جدا. الموبايل هنا ظهره من الازاز والفريم اللي حوالين الموبايل ده جاي من الالومنيوم، فالموبايل فعليا شكله تحفه وبصراحه موبايل فخامه يعني، بالذات اللون المنت جرين او الاسود. لو هجيب الايفون ده ارشح لك اللون المنت جرين الاسود عشان بصراحه شكلهم تحفه بصراحه يعني. انا ممكن انا وانت نقعد نتكلم من هنا لغايه بكره الصبح واشرح لك فيها وجهه نظري وانت برضه ما تقتنعش. لو انت مش مقتنع اصلا بوجهه النظر دي، او لو انت شايف ان كل الكلام اللي احنا قلناه فوق ده مش منطقي، وده شيء طبيعي ووارد انه يحصل يعني، مفيش اي مشكله. في الاول وفي الاخر المهم هو رايك، وانت رايك اللي هيحدد عليه انت هتشتري ايه. ممكن انت اصلا تكون ما بتفتحش الابل وما بتحبهاش ومش طايق شكل موبايلاتها اساسا، ده شيء طبيعي وشيء مفهوم يعني. توجه على طول موبايلات الاندرويد، واللي برضه هتديك على فكره تجربه في الفئه دي زي ما اتكلمنا في الاول. فعلا الفئه دي فئه سفاحه في الموبايلات، انت عندك موبايلات حرفيا خرافيه في الفئه دي، فئه 20000 جنيه. فلا لو انت مش مرتاح خالص للايفون يعني مفيش مشكله، ولكن هو ده حاليا افضل قيمه مقابل سعر هيتوفر لك عامه يعني. مش مرتاح للايفون ومش مرتاح لابل خالص، روح للاندرويد، في حرفيا 3000 موبايل في الفئه دي وكلهم احسن من بعض يعني، فاهم؟ وافتكر ان في سنه 2024 للاسف الموبايل هو اخر حاجه انت بتشوفها قبل ما بتنام واول حاجه انت بتشوفها اول ما بتصحى. فانت ركز قوي قوي على ان الموبايل اللي انت هتنقيه ده او الموبايل اللي انت تختاره تبقى اولا مرتاح له، ثانيا تبقى منقي موبايل كويس عشان ما تواجهش مشاكل فعليا تخليك في النص محتاج تغير الموبايل. واهم حاجه تاكد انك شاري موبايل تبقى انت حابه يعني. وبكده هكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك شعره اول باول. ويا ريت كمان تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. احنا الحمد لله كسرنا ال 1000 مشترك من فتره، عايزين بقى نشوف احنا نقدر نوصل لايه بقى عشان ابتدي اجيب فلوس. يعني نشوف احنا نقدر نوصل لكام سبسكرايبرز يعني في قبل ما السنه تخلص. ما تنساش لو عايز تسالني عن اي حاجه موجوده في الحياه هتلاقي اللينكس بتاع السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن. وما تنساش برضو تكتب لي رايك، مستنيه تحت في الفيديو في الكومنت سيكشن. وشكرا لك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Don't worry about me. I'm fine. Like, I feel like I'm aimlessly wandering and I'm tired of it. Like, I've been feeling really down lately. I'm not 100% sure why. It's weird to me because things are really good right now, you know? I don't care if I fade into darkness. Like, I don't care. I don't care if people hate my stuff, my content.